خلي الافكار اللي في عقلك تكون واضحه، والاهداف اللي انت باغي تحققهم واضحين. كتبهم في ورقه باش تكون عارف شنو كدير، واش غادي في الطريق الصحيحه ولا غير عايش وصافي ما عندك حتى هدف. حاول اول خطوه تبدا بها هي هذه، تكون عارف مزيان شنو باغي تكون من هنا لواحد المده معينه. عرف الطريق اللي غادي تبدا بها، عرف المشاكل اللي فيها والصعوبات اللي تقدر تلقاهم، حيت ملي غادي تكون عارف هاد الشيء غادي تكون مستعد مزيان، حيت عارف شنو باغي وعندك هدف واضح مقاتل عليه. ما تكونش غير عايش وصافي، كتفيق الصباح كتمشي للخدمه كتجي حتى الليل باغي غير تنعس. لا، خلي الخدمه تكون غير مرحله من حياتك. مثلا الا كنتي خدام مع واحد في محل، خلي هدفك هو دير محل بحالو وتفوتو كاع. ما تقولش ما نقدرش. الا فقتي الصباح ومشيتي تخدم وانت عندك هدف، ماشي بحال الا فقتي الصباح ومشيتي تخدم على الاهداف ديال الناس. فرق كبير. مهما كانت وضعيتك حاليا صعيبه، ما تقولش ما غنقدر ندير والو وديما غنبقى هكا. قول كيفاش نخلي هاد الوضعيه غير مرحله في حياتي وما نبقاش فيها حياتي كامل. ومن بعد ما تحدد هدفك وتعرف شنو باغي من هاد الحياه وشكون انت، غادي تدوز لاهم مرحله، الانضباط. حيت كاينين بزاف ديال الناس عارفين اهدافهم وكاتبين خطه ديال شهر ولا ديال عام، كتلقاه كاتب واحد التاريخ يبدا فيه هاد الخطه. نهار كيوصل هاد التاريخ كيأجل، وكيبقى كل نهار يأجل بلا ما يحس، كيلقى عام ولا عامين من حياته ضاع. هادشي علاش هدف واضح مكتوب بورقه والسيل ما كيساوي والو الا ما كنتيش غادي تخدم وتنضبط، راك عمرك ما غادي توصل. فيق كل صباح وانت كتفكر في الهدف اللي حاطه وخدم عليه النهار كامل. مني تبغي نعس وانت كتحلم بيه. مني تحدد المهام اللي خاصك دير غدا، فيق ديرهم بلا ما تاجل ولا تسوف. ما تعطيش الفرصه لراسك فين يبدا يفكر. دير بحال العسكري، لوح المنطق ونوض. الا قدرتي توصل لهذا المستوى كون اكيد غادي تولي واحد اخر، غادي تصدم في راسك. ما تسنى من حتى شي واحد يحفزك، حفز راسك براسك. ما تكونش من النوع اللي كيدخل اليوتيوب ويبقى مقابل الفيديوهات ديال التحفيز ويبدا يقول غادي ندير هادي وهادي وهادي، كيولي باغي يدير كل شيء بدقه، ولكن مع كيحط التليفون كيطير ليه المفعول ديال الفيديو وكيمشي ينعس. ما كيطبقش حتى 1% من داكشي اللي خطط ليه. كون بحال شي فيراري شاد الطريق وانت عارف راسك احسن ما كاين في الصوت. ما تحتاج حتى واحد يمدحك، ومره وقف باش دير المازوط. بحال هكا خاصك تفكر، تيق في راسك وعرف مزيان بلي انت اللي تقدر تحفز راسك، ونجاحك والهدف اللي باغي توصل ليه هو اكبر حافز ليك. ما فيها باس من حتى انت تعيا دير شويه المازوط وتفرج في شي فيديو يحفزك، ولكن اعتبره غير دفعه معنويه كتمثل 1%، وانت 99. انت اللي تقدر دير كل شيء. نضرب، حيت الحاجه الوحيده اللي غادي توصلك فين باغي هو اشنو كدير كل نهار على قبل حلمك. فاش كتسمح معاش كتفاق ومعاش كتنعس، عرف بلي حتى حاجه ما ساهل. احلام كبار باهداف كبار كيبغيو تضحيات كبار وكيعطيو مكافآت كبار، وتصرفات صغار كيعطيو مكافآت صغار دغيا كيطير المفعول ديالها. وفي الاخر ديال الفيديو اعتبر هذا الفيديو غير مازوط بنسبه 1%، وانت كلشي، انت 99. حط تليفون ونوض خدم على راسك باش تحقق اهدافك، وبقى ديما منضبط في حياتك. نسى العيا والتأجيل والتسويف.